عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين أينما كنتم، اليوم عندي ماسك رهيب وجميل ولطيف لترميم البشرة ولترطيب البشرة ولنعومة البشرة، والمكونات موجودة في أي منزل. والماسك إذا واظبت عليه حاجة جميلة وساحرة وحلوة شديد، فأتمنى منكم المتابعة، والما مشترك معانا يفعل زر الجرس ويشترك معانا. فنقول بسم الله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم آمين. نقول بسم الله نبدأ. طبعا هنا عندنا جايبين كولا أو جايبين زبدية زي ما بيسموها، وعندنا هنا السدر، الماسك بتاعنا عن السدر. دي ملعقة من السدر، إذا حبيتي ممكن تزيدي، إذا حبيتي ممكن ترقصي على حسب الكمية انتي اللي حباها. فعندنا هنا ملعقة من الحليب البودرة أو الزبادي، أو في إضافات تانية ممكن تضيفيها للسدر. عاملين ملعقة كبيرة من السدر، فبنبدأ نشتغل فيها. أنا الليلة الخلطة بتاعتي دي عايزة أعمل لكم بالسدر وحليب البودرة. يعني ممكن عندك زبادي ممكن تعمليها، ممكن عندك أي حاجة تانية تضيفيها ليها، تعمليها للوجه، تعمليها للجسم، ترطيب تنعيم، هتخليك حاجة جميلة شديد. وبرضو كلامنا ده لأخواتنا العرسان أو العرائس. فالماسك جميل، وماسكات كثيرة غيرها. إذا بتواظبي على الماسكات حلوة وبترطب. في ماسكات مرطبة للبشرة بتخلي البشرة حلوة جميلة. عندنا هنا الموية عايزين نزيلها، خليه كاتل معانا كويس. عايزين نزيد الموية لأنه سبحان الله ما شاء الله ملعقة بتفوت معاك كمية كبيرة، ممكن تعملي بيها الوش، تعملي بيها الأيادي. طبعا السدر حاجة جميلة. السدر ده مسكون في القرآن، فوائده كثيرة وعديدة. وممكن تعملي ماسك للجسم، للوش، للشعر، مع إضافات برضو ترطيب تنعيم. برضو بشيل التصاغر في الشعر، بيملى الفراغات بتاعت الشعر. يعني فيه فوائد عظيمة، وزي ما ذكر في القرآن، حاجة ذكرت في القرآن طبعا أكيد حتكون فوائدها جميلة وحلوة. فعندنا هنا زي ما شايفين الماسك تعمليه بالطريقة دي زي ما شايفين. عايزين نعمله عشان نوريكم ليه، وعايزين نملى الأيادي كلها بالطريقة دي. تعملي الوجه بتاعي زي ما قلت لك ما شاء الله يخلي البشرة ناعمة ومرطبة، تخليه من 10 دقايق ل15 دقيقة. بعد ذاك يبدأ يجف معاك. بعد ما جفة بتبدي تفركيه على وشك زي ما شايفين. يعني بتعملي الخلطات دي كده للجسم أو للوجه، كأنك بتعملي في ديلكة. طبعا عارفين الفوائد برضو بتاعت الديلكة شنو. فسبحان الله السدر يعني لو حتى عملتيه في الأسبوع مرة مرتين برضو بتشوفي النتائج بتاعته حلوة. كل مرة ممكن تعمليه بتشكيلة غير، تعمليه بحاجة أحسن. يعني مرة بالزبادي، مرة تضيف عليه ولا البان الذكر، ممكن تخلطيه بأشياء تانية. فللوش طبعا ما شاء الله
زي ما قلت لك. شايفة حاجة جميلة، يعني عادي ممكن تعملي بيه الجسم كله. زي ما شايفين انا عملته لليد بتاعتي. واذا عجبكم الفيديو لا تبخلوا لنا بالاشتراك ودعم القناة عشان تعم الفايدة ويصلكم كل جديد ان شاء الله. وزي ما قلت لك لو ما مشتركة لحد هسه اشتركي معانا في الفيديو، وجزاكم الله الف خير وشكرا لكم.